فقلت لازم اسوي لكم التسوق اللي يحبون التسوق. دخلت في اكبر مول او من اكبر المولات الموجوده هنا في كوريا الجنوبيه في العاصمه سيول تحديدا. يا اخوان نفس المول تبعنا، شوفوا فيه ممرات خارجيه وداخليه. خلاص كذا كفايه، راح نكمل التغطيه في المساء هناك في نكمل التسوق باذن الله. في شارع ليلي معروف هنا، اشوفكم هناك في المساء. ايوه كذا يكون طلعنا من البيت جينا للشارع هذا. الشارع هذا من اشهر الشوارع موجوده هنا في كوريا. اغلب الفرق الكوريه المعروفه كيب بوب وما ادري ايش يسمونهم والبي تي اس، في مشاهير كثيرين طلعوا من الشارع هذا. عباره عن شارع زي ما تشوفون هناك ناس متجمعين. ما ابغى اصور لكم موسيقى، ما في يعني. لو في موهبه رقص وحركات كذا بدون موسيقى يمكن اصور لكم. فالمهم الشارع هذا شارع معروف، فالشارع جميل عباره عن تسوق. وشارع العورة زي ما قلت لكم مواهب وحركات وكذا. والشارع هذا اللي قدام شارع حيوي، انت ماشي هنا يمينك محلات يسارك محلات، والاسعار هنا معقوله. الشارع هذاك جميل وهذا جميل. وبعد الشارع هذا في شارع فيه له اكل الشوارع هنا. ايوه كذا قاعد نقطع شارع، شايفين الزحمه والحياه كيف. وفي الليل الزحمه اكثر لان الشارع هذا شارع ليلي، الليل الجو يكون مره حماس. حتى في الليل مستحيل الشارع هذا يصير شارع مظلم، لانه المحلات عباره عن زي ما تشوفون انوار واضاءه وحركات. حتى في الليل مكان منور يعني. اكيد ما دام احنا جايين للتسوق نسوي لكم كل شيء. شايفين المكان هذا للبنات يعني، شايفين كيف الشنط. لا في اشياء للرجال اللي جاي يعني ما عنده شنطه للسفر، كله عباره عن شنط. ما راح ادخل جوا. شوف الشنط اللي فوق حاط هذه على 10,000 الشنط الصغيره هذه. جيت لمكان كذا الملابس التيشيرتات كذا ستايل كوري يعني. للامانه يعني الستايل جذبني. شوفوا هم ملابسهم زي كذا، اغلب الكوريين يلبسون اشياء زي كذا. ناخذ فكره عن اسعار 24. والله يا جماعه قماشه حلو. وهنا يحبون القمصان علما. شوفوا اشكال غريبه الوان غريبه، ويحبون الالوان ويحبون التيشيرتات هذه اللي فيها لخبطه وازعاج، اللي انا ما اطيقهم اصلا. الازعاج الموسيقى. السوق هذا سوق حيوي. عيب وعيب في شيء واحد يمكن انتم تشوفون عادي، انه كل محل مشغل اغاني رافع صوت الاخير. هذا محل يبيع جزم الله يكرمكم، وجزم ستايل كوري. يحبون الجزم الغريبه الكبيره هذه، والحريم يلبسون هذه. شوف ما ادري هم لو قصار مش قصار هم. هلو هاو ار يو جود. في شيء انا لاحظته هنا في كوريا، اشياء يعني احنا بديهيا على طول نقول هذا للاطفال، هنا لا، للبنات للمراهقات. يعني بالله عليكم دحين لو شفت المحل هذا ايش يجيب بالكم؟ محل اطفال صح ولا لا؟ يحبون الاشياء هذه البنات، ماني عارف ليش. هذا محل برضه للنساء 15,000 13. نفس الحكايه. قبل شويه كنا هنا والحين جينا هنا نفس الحكايه. اشياء للاطفال بالنسبه لنا عاد. هم شوف ما شاء الله ما شاء الله. ايش لحظه ادراك، كنت قاعد اقول ان اغلب محلات الحريم، ولما جيت هنا كمان نفس الحكايه. حريم 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 حريم. كوريين الرجال اللي هنا مظلومين والله. 6 7 محلات الحريم تحصل محل واحد للرجال. يمكن يكون عدد النساء اكثر من الرجال هنا في كوريا يمكن. شوفوا قبل شويه كنت هناك قاعد اصور لكم مكان نفس الفكره والخامه نفسها. شوف هنا ب 16، هناك كان ب 24 وهنا 26 لانه هنا عباره عن بلوفر. ندخل جوا نشوف يمكن يكون في اشياء حلوه. دخلنا جوا تيشيرت نفسه هنا. للامانه يعني انا لو شفت لي شيء كذا كوري مميز كوري باخذ لي ما نصير كوريين هنا في كوريا. غير كذا الاشياء المعروفه هذه لا. هذا المكان انا اسميه مكان مضر، كله تبع السجائر الالكترونيه زي الصيدليه. انا على بالي الصيدليه ادويه، طلع مضر. مكان مضر بالصحه. ولما توصل هنا في النص تضيع تحتار. تمشي هناك انا جاي من هنا، ولا تمشي هنا ترجع نفس الشارع بس في طريق ثاني هنا برضه في محلات، ولا تروح هناك ولا تكمل سيده. وانا في السوق يا جماعه الخير شفت مكان يعني لفت انتباهي، والمشكله ما في موظف. حاطين هنا مطرقه طال فلوس. خلينا نشوف وافهم الموضوع. والله يا اخوان عجزت، قريت هنا بالانجليزي وترجمت وسويت. الزبده ان تحط فلوس تطلع لك كوره تيجي تكسر الكوره هنا. ما ادري هل تجرب حظك ولا ماني عارف. طيب الغرفه هذه ليش؟ اللي يعرف يكتب لنا تحت التعليقات. جيت محل كذا من المحلات، هذا المحلات اللي احنا نتكلم عنها. ايوه هذا الستايل الكوري. توقعني راح اسويها، راح اخذ شيء من هنا. اوب تخيل اخذ الطقم هذا معايا، او هذا الطقم مثلا. ستايلهم عجيب، يلبسون احجام كبيره كذا واشياء غريبه. يمكن بالفيديوهات الناس ماشيين لو تلاحظون يعني ما عندهم ستايل واحد. مثلا شوف هذول اللي جايين يعني كاني قاعد اتكلم في شيء ثاني، بس شوفوا ستايلهم. شفت كيف؟ هذول الحين ستايلهم مختلف، بعضهم يلبس زي كذا وبعضهم يعني شوف مثل زي هذا الله يكرمكم. شوفوا الجزمه كيف ابو لمعه. هذا انا قاعد اتكلم عن الرجال فقط. شوفوا زي البنطلون الواسع هذا تشوفوه منه كثير. ثانك يو. انا توقعت ان الشعب الكوري شعب هادي وكذا يعني. هم هاديين فعلا، هاديين طيبين، بس ايش على بالي الكل لا. المراهقين هنا في الاماكن العامه زي الاماكن السياحيه نفس هذه كذا يمزحوا ويلعبوا زي كذا. انا توقعت هم زي اليابانيين. اليابانيين نعرفهم هاديين،
كل شغل رسميات. لا هنا الكوريين المراهقين خاصه الشباب لا عادي. انا الحين ما لقيت محل عنده كذا اطقم حلوه. انا النيه ان اتسوق بوريكم الاسعار وبشتري لي شيء، لكن للامانه اكون صريح معاكم ما اشتري شيء الا الشيء الملفت الكوري يعني. يا اخوان انا قلت خليني ادخل لباس سكين زي ما تشوفون، ما ادري هل هي من ضمن المقاطعه ولا، للامانه والله ما اعرف. فالجهاز هذا موجود في كوريا، تيجي تطلب عن طريق الجهاز هذا او انك تروح للكاشير الطبيعي تحول الانجليزي. الدنيا برد ما نبغى شيء بارد. كوفي امريكانو، يلا بسم الله. لا هوت، 1 كوب حلو. اوكي خلاص طلبنا خلصنا. الرقم حقنا 10 كاش تروح للكوينتر. هذا هو ويتنج نمبر 886. خلاص ناخذ الطلب جاهز. الطلب جاهز. اخذت الفلوس اهم من كل شيء. الفلوس اهم مني يعني. والورقه طيب زعلانه وهذا ما ادري ايش فيها. حتى نادين طلع لسه طلع الدفع. والله الجلسه هنا احسن. لا الزاويه هذه كانهم كاتبينها باسمي. ايوه للامانه انا جيت هنا لكم معلومات كذا عن كوريا بشكل خفيف، انه في مولات كثيره يعني. البلد مليون مولات، ما يحتاج تعرفون المولات. تقريبا اسعارها قريبه من الدول الخليج تقريبا. طيب خلينا نتكلم عن الفن الكوري ودي تي اس والراب حقهم الكيبوب ولا ما ادري ايش يسمونهم. يا جماعه الخير كوريا الفتره الاخيره بدت في الدراما مستحيل تغطي على امريكا، قربت من امريكا وتشوفوا كيف يعني احتلوا العالم فعليا. للامانه انا اكون صريح معاكم ما عندي اي خلفيه عن الدراما الكوريه او الفنانين او اي شيء. اكتشفت انه افتتاح كاس العالم المغني الكوري اللي كان قاعد يغني، انا على بالي كوري صيني يابان ما اعرف، طلع هو من فرقه البي تي اس. ليش هو جاء لوحده؟ طلعوا البقيه في دوره. هنا عندهم الدوره العسكريه الزاميه. لو تتذكرون لاعب كوري يا اخي نسيت اسمه يا اخي، احط لكم صورته هنا. كيم هو اسمه. المهم في فتره كان لازم يحقق بطوله اولمبياد، لو ما حقق البطوله كان يدخل الدوره. اذا دخل الدوره خلاص راحت عليه الدوره يعني. عندهم سنه وكم شهر، 9 شهور 8 شهور يعني سنتين. لاعب كوري يختفي عن الملاعب سنتين خلاص راحت عليه، حتى لو يرجع ما رجع زي اول. الزبده فالفرقه كانوا مشغولين، هو الوحيد اللي كان يا مخلص الدوره يا لسه ما اعرف. فالفيفا تعاقدوا معاه وجابوه غنوا بكاس العالم. هذا دليل ان هم مكتسحين العالم، والفيديو جاب مشاهدات جدا عاليه حول العالم. والدراما الكوريه والمسلسلات الكوريه والانمي والامور هذه كلها. فكوريا الفتره الاخيره صاروا بيوصلوا للعالميه، وصلوا للعالميه. طلبي يا اخي شنو هذا؟ انا دحين كيف لازم اخلص هنا واطلع. شوف الالوان، تخيل واحد زي شال هذه وقاعد يتمشى برا الوان. الزبده قالت لي طلبك انت تيك اواي. قلت لها يعني انا ماني فاهم تيك اواي يعني، تقصدين ادلف يعني ولا اجلس يعني؟ ايش تقصدين؟ قالت لها انت طلبت تيك اواي عشان كذا اعطيناك بالعلبه هذه. بس للامانه اول مره اعرف انه بس كان عندهم قهوه قريب من الاسبانيش لاتيه، الحاجه الوحيده اللي اعرفها. فانا قررت اني اقوم اطلع اتمشى افضل لي. انا على اساس جاي هنا اروق اقول لكم معلومات ما اخاف اطلع، لكن اسمع ازعاج. سجلوا المعلومه هذه عندكم، انه في كوريا ممنوع التدخين في اي مكان. تحصلون حاويات نفس هذه مش حاويه زباله الله يكرمكم، عليها شهاده دخان، تيجي توقف هنا نفس الشخص هذا تدخن. انا قلت لكم معلومه بسحب المعلومه هذه. قلت لكم ان على امتداد الشارع هذا في الشارع تبع الاكشاك واكل الشوارع. لا اكتشفت انه انا غلطان بالمعلومه. نهايه الشارع هناك عند الساعه، بعد كذا ما في شيء. اللي انت لما تكون ماشي في الشارع عندك مداخل يمين ويسار فيها محلات. المحلات الموجوده هنا زي ما قلت لكم محلات مش مره كثيره، ولكن في محلات. والجميل انك تتمشى وتتسوق. تعودنا وعرفنا المولات، ولكن السوق هذا ميزه انه فيه مطاعم ومحلات وغير كذا. احتمال كبير هذا اخر محل حدخله، بس ايش المكان مميز والله. الكابات اللي عندهم كويسه. شوف هذا اول كاب جذبني، لونه لك عليه. اخذ فكره عن الاسعار واللفه كذا. وين السعر يا اختنا؟ طيب ما في سعر. انا كيف اخذ بدون سعر يا اخوان؟ هذه ب 36,000. من فخامه المكان يدلك ان الاسعار نار وشرار. لا خامته حلوه للامانه عشان ما اكون ظالم. 59,000 وون. نشوف اسعار الكابات ونطلع خلاص. كاب هذا 39 وون، يعني يعتبر مع المحلات اللي مريناها اول اغلى. ولكن الكابات الموجوده والله في انواع حلوه للامانه يعني. كذا تقريبا خلاص وصلنا لنهايه الفيديو. الله يعطيكم العافيه ويسعدكم وين ما تكونوا. للامانه انا ماني راضي بالتغطيه، للامانه ما اعطيت للتسوق حق. انا دائما صريح معاكم، ولكن حبيت اسوي لكم عشان تاخذون فكره ونبذه عن الاسعار وعن الاشياء الموجوده هنا في كوريا. في ترى محلات كثيره يعني. لا احد يقول اماكن التسوق قليله احمد، لانه انا ما اغطي زي الناس للامانه. فالمهم اتمنى انكم استفدتوا لو شيء بسيط. اشوفكم في الفيديو الجاي من مكان مختلف في كوريا، وان شاء الله تستمتعون بالتغطيه كالعاده. سلام. اليوم راح ناخذ جوله ليليه ونشوف الاجواء الليليه هنا في كوريا. الشارع هذا معروف جدا ومشهور جدا، وهذا المحل كل الالعاب اللي يحب يلعب. شوفوا الطابق الاول، الطابق الثاني، الطابق الثالث. يعني شوفوا حياه ليليه. ولكن يعني لو معاك عائله تقدر تيجي هنا لانه العاب. لقينا واحد متكهرب هنا. لا 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 لا, لا. حتنبسطون معاه. مستر كهرباء انا اسميه. نو اي ام فروم. يا اخي اسمعني يا اخي
China Chinese 你好吗？你好吗？你好你好啊！你好你好。صيني طلع مش كوري